بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله النهاردة هنشرح انفراد المكعب. هنبتدي نحضر الأدوات بتاعتنا الهندسية. ناخد خط بالمسطرة في الصفحة، وياريت نخليها في وسط الصفحة وننصف الصفحة بتاعتنا. هنبتدي نعمل خط مستقيم هنا. هنعمل طول ضلعه هيكون 4 سنتي. نحدد بالألوان عشان يظهر قدامكم الشغل. طبعا هنا عندي المقاس 4 سنتي، وانا خدت بالقلم الرصاص خط في وسط الصفحة. هاخد 2 سنتي من تحت و2 سنتي من فوق عشان الرسمة بتاعتي تطلع في وسط الصفحة. هبتدي اوصل الخطوط بتاعتي كده. يبقى عندي انا عملت العرض بتاعه 4 سنتي. هبتدي بقى اجيب الطول بتاع المكعب. المكعب ليه كام اوجه؟ عندي المكعب هنبتدي لازم الاول نعمل تخيل ليه كده ونشوف احنا هنطلعه ازاي. نحسبها كده، هيبقى عندي 4 اوجه. تمام. في الجزء اللي هو اللي في المستطيل اللي في الوسط، وعندي هيكون في واحد فوق. يبقى انا عندي كده 6 اوجه. ابتدي اقسم بالمسافة بتاعت ال4 سنتي، وابتدي اخد التقسيمات بتاعتي. ادي اول 4 سنتي، اخد من القوس التاني الاولاني واخد قوس تاني، وبعد كده من القوس التاني ابتدي اخد القوس التالت لحد ما يطلع لي كده ايه ال4 اوجه. انا عندي المكعب 6 اوجه. انا كده عملت كام؟ 4. هبتدي اوصلهم عشان اظهر ال4 بتوعي. من عند اي وجه بقى وابتدي اشتغل. وليكن مثلا هشتغل على الوجه التاني عشان اعمل الانفراد بتاع المكعب، علشان لما اجي اعمل له مجسم ابتدي اقفله صح. هقيس المسافة بتاعتي اللي هي 4 سنتي، واجي من عند النقطة من الوجه التاني واعمل قوس فوق وقوس تحت. يبقى انا كده كملت ال6 اوجه، اللي هو هيبقى الخامس فوق والسادس تحت. وبعد كده ابتدي اوصل الخطوط بتاعتي، ولازم استعمل المسطرة دي علشان اوازي الخطوط ببعضها. يبقى خط المسطرة يبقى على الخط بالظبط عشان يطلع بشكل عمودي. لكن لو انا شغال بمسطرة عادية هتلاقي الخط بتاعك بيميل. يبقى لازم اشتغل بالمسطرة اللي هي المربعات دي عشان اوازي الخط بالخط. بعد كده هبتدي اوصل التقاطعات اللي انا عملتها، واظهر بقى المكعب بتاعي. كده يبقى الوجه الخامس والسادس. هبتدي بقى اعمل له ألسنة. الألسنة دي هتكون الفايدة بتاعتها ان انا لما اجي اعمل المجسم بتاع المكعب اجي الزقها منها.
يبقى كل الرسومات اللي هتجيلي بعد كده هعملها انفراد، لازم اعمل لها لسان. حتى لو انا في الشغل بتاعي ما عملتش اللسان ده، يبقى انت هتطلع تعمل ايه؟ السمك ده اسمه لسان. اللسان ده اللي انا هبتدي احط فيه المادة اللاصقة وايه، الزق بيه المكعب عشان يكون المجسم بتاعي ثابت.